كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف يوم من أيام رمضان. دي أرانب يا جماعة بالملوخية، مادام في أرانب يبقى في ملوخية. تعالوا الرز بالشعرية ده أساسي. تعالوا نشوف نعمل ازاي. طبعا الأرانب مشطفينها كويس جدا وليمون وملح ودقيق وكل حاجة وجنزبيل، وهنا برش عليها كده بنشفها وبرش عليها كده ملح وفلفل من ناحيتين عشان لازم أشوحهم. اي كده حاجات زي كده او لحمة او لحوم، التشويح ليها افضل حاجة في اول خطوة، بيدينا طعم وتست حلو قوي. يلا بينا نشوف. هنا طبعا جبنا مكعب الزبدة بتاعنا وبدأنا نشوح الارانب بتاعتنا. تمام. وهنا روزماري، عود روزماري على مستكة، وبشوحها من الناحيتين، بعمل لها صدمة. ضفنا جزراية طماطماية وعود كرفس معانا ونبدأ نشوح. وبعد ما شوحنا ضفنا المية اللي هنسلقها معانا، وتزودي الملح بتاعك وحبهان مطحون مع بصلاية، وسيبيها تستوي براحتها لحضرتك انتي تتابعيها وتشوفي السوا بتاعها. هنا بدأنا وهي بتستوي نعمل الرز بشعرية بتاعتنا، مكعب الزبدة ومستكة، وحمرنا الشعرية وضفنا الرز وعليها المية بتاعتها. وألف هنا وشفا يا جماعة، ولايك وشير معايا. جميل جدا، وجبة سهلة وخفيفة. بدأنا نعمل نعمل طبعا الملوخية. خدنا الشوربة بتاعت الأرانب، صفيناها كويس وضفنا عليها الملوخية الفروزن مع المكعب. مع هنا بقى طبعا معلش لازم هنا دوش قطعته قطع صغيرة مع معلقة سمنة فلاحي، وببدأ كده أشوحهم الأول مع بعض على ما الملوخية ورا تاخد الغلوة بتاعتها. هبدأ أضيف هنا التوم المفروم معايا، وعليها معلقة الكزبرة المطحونة معانا. ودي الطشة يا جماعة، سهلة وبسيطة، وشوفوا أكلة خفيفة وسهلة جدا وما تاخدش منك وقت جدا في المطبخ في يوم رمضان. طبعا الطشة بقى نضيفها هنا جميلة. ألف هنا وشفا، ويلا جربوها. حلوة قوي وطعمها جميل. ما تنسيش تحطي نص معلقة سكر على الملوخية، بتخليها جميلة ومسكرة مع مكعب المرق بتاعك في الشوربة. كل ده تيست بيزود التيست بتاعك بتاع الملوخية. وألف هنا وشفا. يلا جربوها ويلا قولولي رأيكم فيها سهلة وبسيطة وسريعة. بصوا اهو، جميل جدا. اعمليها وقولي رأيك فيها ورشة ملح وفلفل بعد التحمير، مش عايزة تحمري خلاص.